آمنت بالله. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة بنواصل فيها حوارنا المستمر على مدى اليومين الماضيين، بنتكلم فيه عن المرأة والإسلام. سيدي، وقفنا امبارح عند الضرب وقلنا أنه محتاج بعض الإفساح من الوقت. الضرب كتعدد الزوجات ما جاء نص الشرع فيه هو يعني زجر عنه، بمعنى الشائع قبل الإسلام وأثناء الإسلام والمستمر إلى يومنا هذا أن ضرب المرأة منتشر في أكثر المجتمعات تقدما، ولعل الدكتورة توافقني. صح. مراكز الدراسات في أوروبا وفي أمريكا تظهر أرقام مخيفة لارتفاع نسبة ضرب النساء هناك. وقبل أن يستعجل أحد السامعين يقول لكن القانون ضد، أنا أريد أن ألفت النظر هنا إلى شيء. لماذا استشهدت بأنه بالأمس واليوم وغدا، يعني مختلف العصور، قبل الآية التي تقول واضربوهن وفي وقت الآية وبعد الآية المرأة تضرب أشد الضرب؟ لألفت النظر إلى أمر غفل عنه أكثر الناس، وهو أن هذه الآية جاءت للزجر عن الضرب في صورة لفظ الضرب. كيف؟ نعم. الفقهاء ذكروا أن الضرب في هذه الآية أولا منحصر على الناشز التي بدون سبب، بدون خطأ من الرجل تحتمت ونشزت بدون وجود خطأ. ثم ذكر أن لا يجوز له أن يضربها، يعظها، فإن لم تلتفت يهجرها، يعني الفراش، يذهب إلى حجرة أخرى في الحالة التي تكون هي فيها مخطئة في النشوز وليس العكس. ثم قال واضربوهن في الدرجة الثالثة، وجاء الفقهاء وقالوا الضرب يكون بحمل شيء كالسواك هكذا، يعني هذا النص عند الفقهاء هكذا، هذا معنى الضرب. تقول ولو هذا في ضرب إهانة، أقول على رسلك. عندما يأتي الشرع يقول لك ممنوع تفعل أكثر من ذلك، والواقع المحيط بك في العالم، في الماضي وفي حاضر وقت نزول الآية وفي أكثر العصور تطورا للكلام عن حقوق المرأة، في أكثر الدول محاربة لصالح حقوق المرأة قانونيا، وأشنع الضرب تأخذه المرأة، معنى أن التشريع هنا جاء ليلجم المسألة، أي ليحدها لا ليطلقها. طيب ما الذي جعل الكثير من الرجال اليوم يضربون النساء بشكل مخزي في مجتمعنا، وعندما يخاطبوا يقول القرآن قال واضربوهن؟ نقول إما لجهل عند الرجل أو لتحايل عند الرجل. وهذا يعيدني مرة أخرى لما ذكرناه في الحلقتين الماضيتين من أن بحاجة إلى فقيهات هن يتصدرن لمثل هذا الأمر. إذن خلاصة الضرب أنه إيقاف لواقع موجود بالفعل في الماضي والحاضر. نعم. هو ضبط له وإعادته. ولكن أنا أخاف يعني الاستخدام الضرب وهو نوع من أنواع العنف الجسدي أو حتى أحيانا العنف اللفظي الذي يمكن أن يمارس على المرأة. ما الحل؟ إذا قلنا البديل ما الحل؟ أنا بعتقد أنه لا، يجب أن يكون هناك قانون شرعي أو قانون مدني مرتبط بعدم، يعني إذا تم الضرب في داخل المنزل بأي سبب من الأسباب، إذا كانت ردة فعل عاطفية أو ردة فعل نفسية، أن لا يكون للأذى. يعني هذا في الشرع موجود مولانا، ده موجود، هذا في الشرع موجود في كل القوانين ولكن هناك والشرعية الشريعة تقول هذا. ولكن لو حصل هل يطبق؟ إذا هنا نعم، لحظة، في أكثر الدول نعم أولا يطبق. في الدول التي لا يطبق فيها يصبح الخطأ على التطبيق لا على التشريع. المرأة تطلق في المحاكم هنا إذا أثبتت أنها ضربت، ويعاقب بالسجن. نعم. إذا كسر لها ضلعا، إذا هذا لماذا نحن نلجأ إلى الضرب يعني بعلاقة الرجل والمرأة؟ ليش الرجل لازم يضرب المرأة وهي تضرب طيب الرجل؟ اسمعي حتى يتضح. لماذا لا نتحاور؟ هذا المطلوب. الكلام هنا عند عدم وجود التحاور. أقول لك النص هنا لم يأتي لتبرير الضرب، إنما أتى لكبح الضرب. والدليل على صحة كلامي أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة والصحابة هاجروا، المهاجرون منهم، النساء في الأنصار كنا ذوات شخصيات قوية، فكان هناك تكافؤ بينهن وبين الرجال. يعني ما كان الرجال يضطهدون النساء في المدينة، بينما كان الرجال في مكة يتسلطون على المرأة وكانوا يعني يقسون عليها ويظلمونها كثيرا. فلما ذهبنا النساء المهاجرات مع الرجال إلى المدينة وجالس النساء الأنصار تثقفن تعلمن، فأصبحت المهاجرة التي كانت بالأمس تقبل الشدة من زوجها والاضطهاد ترفض وترد عليه، فصدم الرجل الذي لم يعتد أن زوجته تقول لا، فبدأوا يضربون. فلما أصبحت ظاهرة شكينا النساء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
فنهى النبي عن ضرب النساء، هكذا نهى عن ضرب النساء. فلما نهى عن ضرب النساء جاءت ردة الفعل أن النساء شعرن أن لديهن الآن تحصين فتطاولنهن على الرجال. نعم. وأصبح الرجل في حكم المظلوم. والذي يقول لماذا حصل هذا؟ لماذا لم تحسم المسألة بالآية من البداية؟ لا، هذه حكمة في التدرج التشريعي ليعطينا نحن درسا أن القضية ليست كيف تعطي هذا العصا أو تعطي ذاك، لا، بقدر ما هي قضية تفقيه هذا وتفقيه ذاك. فحصلت ردة الفعل فأصبح هناك اضطهاد للرجل في المدينة. فلما جاءوا الرجال يشكون قالوا تحولوا هم المظلومين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية التي أعطت للرجل صلاحية الإشعار هذا بعد 3 من المراحل في حال كونها هي المخطئة، وليس كل أنواع الخطأ، ليس كلما أغضبت المرأة الرجل يضربها، كلما تقول لا لن أطبخ لك يضربها. هل تعلمين، وهذا الكلام سيغضب كثير من الرجال لكن هذه الشريعة، أن الكثير من فقهائنا نصوا، وهذا الذي درسناه في مذهب الإمام الشافعي، أن المرأة في الشريعة غير ملزمة أصلا أن تطبخ ولا أن تكنس ولا أن أكثر من ذلك، غير ملزمة حتى بإرضاع المولود. لو رفضت واجب على الرجل ينفق على مرضعة، لكن فعلها هذه الأشياء هو نوع من التقرب إلى الله بالتكافل في داخل البيت، بمعنى أنه عمل تطوعي راقي من المرأة. فالقضية قضية أن كنا ينبغي أن تنصرن قضيتكن من داخل الدين. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أننا ينبغي أن نعيد تدوير النظرة حتى لا يأتي وقت مع شدة القوانين يصبح فيه الرجل مظلوم فتأتي حركة رجالية، وبدأت في الغرب الآن حركة رجالية للمطالبة بحقوق الرجل، وذهبت إلى يعني المغالاة نوعا ما كالحركة النسوية. نحن نريد طرح جديد. وأنا أتمنى من الدكتورة وأمثالها من الواعيات الشجاع يعني لديهن هذه الشجاعة في نقد الذات وفي طرح القضايا أن يبدأن حركة جديدة تسمونها حركة الأسرة، بمعنى أن أجعل النصرة للمرأة وقضاياها جزء من قضية النصرة للأسرة، فتكون الثمرة إعطاء للمرأة حقها وللرجل وللأبناء، عوضا عن أن تتحول القضية إلى مدعي عام محامي. نعم. فليتك تبتدئين العمل على حركة اسمها الحركة الأسرية، حركة الأسرة، يكون موضوع مظلومية المرأة جزء مهم فيها، وحق الرجل جزء آخر، وحق الأبناء جزء آخر، وحق الوالدين جزء آخر. أنا أتكلم عن الأسرة، اللبنة الأولى للمجتمع. إن ركزت على الأسرة حميت الفرد رجلا كان أو امرأة كان أو رجلا، وحميت الجيران وحميت الأقارب فحميت المجتمع.